كنتابعوا الاعاده. سوري ابراهيم او مختار محمد سيسي، عفوا محمد مختار سيسي. اذا محمد مختار سيسي هو اللي يعني سجل الهدف في الفريق الوداد الرياضي. اذا محمد مختار سيسي يتمكن من افتتاح حصه التسجيل لفائده فريق الوداد الرياضي، وبذلك هدف ياتي في وقت مبكر بالنسبه للفريق الوداد. كره وداديه، فرصه العرضيه، فرصه جول لفائده فريق الوداد. الهدف الثاني، هدف ثاني لمحمد مختار سيسي، يتمكن من توقيع الهدف الثاني لفريق الوداد، وبذلك بدايه قويه من شان فريق الوداد. نتابع عبد اللطيف نصير عمل كبير جدا. 3 ديال المراوغات، يمرر كره والعرضيه سوء تغطيه من طرف دفاع فريق اولمبيك خريبكا، الهدف الثاني. اذا بدايه قويه مشاهدينا الكرام لفائده فريق الوداد. اكيد هي نتيجه غير متوقعه لفريق اولمبيك خريبكا، خصوصا وانه 2 ديال الاهداف كتسجل في حدود دقيقه 19 من هذا الشوط الاول. اذا فريق الوداد الرياضي يظن بانه خطيره جول لفائدة فريق الوداد. قلت بأنه الوداد سيعتمد على المعطيات المحصلة، وهو تقدمه في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل. سينتظر ضغط فريق أولمبيك خريبكا في الجولة الثانية ليعتمد على الهجومات المرتدة كما كان الشأن في المحاولة الأخيرة. فابريس انداما اللي دخل في الجولة الثانية أكيد يهيئ الكرة على طبق من ذهب النجم اللي دخل. ابراهيم باكايوكو حال في وسط الميدان، وصلت دائما عناصر الفريق الخريبي كتلعب من نجيب المعتني لجواد يميق. البحث عن تمرير من وسام المذكوري بالفعل كيتمكن، كتوصل الكره ليوسف جمعاوي الى العرضيه، جول لفائدة فريق اولمبيك خريبكا. واخيرا ياتي الهدف الذي طال انتظاره. اكيد تابعوا الاعاده، تلعب من يوسف جمعاوي بشكل جيد جدا، والهدف من ابراهيم المسخودي يستغل سوء التغطيه من دفاع فريق الوداد الرياضي ويتمكن من تسجيل الهدف